ريال مدريد محظوظ في قرعة دوري أبطال أوروبا. يا عمي حظهم بفلق الصخر. شو هالقرعة؟ عن جد شو هالقرعة؟ شوفوا يعني سهلين الفرق كتير. ما معقول قديش الريال مدريد محظوظ، الحكام معه، اليويفا كلها معه، ما معقول. في حظ، في لعبة. يعني أول مباراة بده يلعب بأرضه مع مانشستر سيتي، يعني في أسهل من هيك؟ والله ما في. وللمباراة الثانية مع ليفربول، يعني مع ليفربول بس هيك. هاي المباراة الثانية، يعني أول مباراتين بالجيبة، ريال مدريد حطهم بالجيبة. المباراة الثالثة يوفنتوس، سو وات يعني، يوفنتوس عادي. من بعدها رح يروح على بنفيكا. يعني صراحة نفكر فيها مانشستر سيتي، منروح من بعدها على ليفربول، بعدين يوفنتوس، بعدين بنفيكا. أول 4 مباريات يعني ريال مدريد لسه هون عم بيقول يا هادي يا دليل، عم يحمي لسه شوي شغلته بسيطة. بعدين عنده شوي على مرسيليا، عنده شوي على نادي تاني اللي هو شو كان اسمه؟ كان اسمه كيرات. وفي كمان عندهم أولمبياكوس وموناكو. هلا بشكل عام شيلوا المزح على جنب، صراحة قرعة صعبة للنادي ريال مدريد، صعبة جدا. أنا كنت عم بمزح أول شيء. قرعة صعبة جدا وامتحان كتير صعب بالنسبة لتشافي ألونسو. رح يواجه صعوبات كتير كبيرة، عم تلعب مع أهم الأندية بالبداية. ولكن إذا بدنا نجي للحقيقة، في حدا عنده أصعب من هيك، في أندية عندهم لسه أصعب من هيك. هلأ رح نستعرضها تباعا، بس رح نترك نادي برشلونة للنهاية. شو رأيكم؟ رح نبدأ ببعض الأندية الكبيرة. نبدأ هلا بعدها نحكي عن باريس سان جيرمان، نحكي عن ليفربول، نحكي عن بايرن ميونخ، نحكي عن تشيلسي، عن أرسنال، وبعدين بننتقل لقرعة برشلونة اللي أنا بعتبره هو المحظوظ حقيقة. المهم لا تنسوا دائما تعملوا اللايك والشير، ادعموني دائما بقناتي على يوتيوب خالد غنايم معكم، وبنحكي هون اشياء كثير حلوه عن الكره وعن اشياء بشكل عام. خلونا ننتقل بقى هلا لقرعه نادي باريس سان جيرمان. اول مباراه رح يلعبها رح تكون ضد برشلونه. هون بقى ايه بقول صعبه كثير على برشلونه، مباراه صعبه جدا جدا جدا. المباراه الثانيه رح تكون مع نادي بايرن ميونخ، ومن بعدها رح يكمل بألمانيا مع باير ليفركوزن، ومن بعدها رح يروح لإنجلترا مع نيوكاسل يونايتد، وأيضا مع نادي توتنهام. فبطل أوروبا صراحة باريس سان جيرمان كمان عنده امتحان صعب جدا، لا يقل أنا برأيي عن القرعة اللي أسفرت عنا لنادي ريال مدريد. خلينا نروح هلا بقى إلى نادي آخر بتحبوه كتير، وهو نادي بايرن ميونخ. بايرن ميونخ من أهم مبارياته رح تكون ضد تشيلسي، رح تكون ضد باريس سان جيرمان طبعا، وأكيد في مباراة صعبة جدا عليه رح تكون ضد أرسنال. هي أصعب المباريات اللي عنده، البقايا تقريبا في المتناول. أندية مثل كلوب روج، ايندهوفن، نادي اسمه بافوس. يعني منطقيا بايرن ميونخ قرعته سهلة نسبيا. منروح لليفربول ورفاق محمد صلاح. عندهم 3 مواعيد صعبة شوي، خلينا نقول. ريال مدريد هو الأصعب طبعا، بالإضافة لأتلتيكو مدريد، وأيضا مباراة أخرى راح تكون مع انتر ميلان. باقي المباريات كمان تعتبر نسبيا في المتناول. أندية مثل ايندهوفن، كاراباج، في كمان نادي تركي راح يلعب معه أتوقع اللي هو غلطة سراي. مزبوط، غلطة سراي. أما السيتي أما مانشستر سيتي فأنا برأيي مواجهات تقريبا فينا نقول متناسقة شوي، يعني ما فيها كتير صعوبة. أصعب مواجهة هي نادي ريال مدريد، راح يلعب كمان مع نادي نابولي، راح يلعب مع نادي دورتموند، راح يلعب مع نادي باير ليفركوزن، راح يلعب مع موناكو، وراح يلعب مع فياريال. فبالتالي تقريبا يعني قرعته فينا نقول جيدة لا بأس. أما برشلونة فأنا برأيي برشلونة القرعة تبعته تعتبر أسهل من قرعة ريال مدريد. لنجي للواقع، لأنه ما عنده إلا مباريتين صعبين اللي هن عن جد يعتبروا صعبين، هن ضد باريس سان جيرمان البطل، هي الأولى، والمباراة الثانية ضد نادي تشيلسي. أما باقي المباريات هلا نيوكاسل يونايتد أوكي هو لا بأس فيه، بس مش بنفس مستوى مباريات ريال مدريد. في عنا نيوكاسل يونايتد رح يلعب كمان مع برشلونة، بس في عنده نقاط بالمتناول مثل نادي سلافيا براها، كوبنهاجن، كلوب روج، فرانكفورت، وحتى أولمبياكوس يعتبروا أندية بالمتناول. فأنا برأيي لازم يكون تأهل سهل لنادي
برشلونة. هي أهم المباريات الكبيرة. أنا عارف إنه أغلبكم ما فاهم أصلا شو قصة القرعة كلها. هي كانت أهم النتائج لقرعة دوري أبطال أوروبا بالدوري الأول إذا فينا نقول. اللي ما كتير فاهم الموضوع يا جماعة، أغلب المباريات بتصير عن طريق الكمبيوتر، ما عاد في كتير هالقرعات العجيبة والكرات والمدري شو. بهاي المرحلة طبعا ما راح يلتقى الفريقين من نفس البلد بهذا الدور. كل فريق عم يلعب 8 مباريات بغض النظر شيء بأرضه وشيء برا أرضه. ما عاد في موضوع الذهاب والإياب، تلعب مع الفريق لمرة واحدة فقط، وحسب عدد النقاط بتتأهل. ومن بعد أكيد في مرحلة ثانية للتأهل وفي قرعة ثانية للتأهل. على كل رح كون معكم تباعا، وبركي بنرجع بنعمل فيديو عن طبيعة القرعة بشكل عام للناس اللي ما فاهمة القصة. شو توقعاتكم؟ مين الفرق اللي ممكن توصل للدور الثاني؟ مين الفرق اللي تتوقعوها ممكن تنافس هالسنة على البطولة؟ أنا برأيي الفرق اللي عن جد ممكن تنافس على البطولة وبجدارة هذا الموسم، أولا ريال مدريد. يعني بهاي البطولة ريال مدريد لازم نقول انه هو المنافس الاول والاخير في بطولته المفضلة، القريب جدا من اللقب. خلينا نقول انا بعتبر بهيدي البطولة بداية باريس سان جيرمان رح يكون في له دور كتير كبير. اتوقع ليفربول هي السنة رح يكون في له دور كتير كبير. عندي احساس انه السيتي عائد وبقوة بهي البطولة. بايرن ميونخ ما بتوقع يكون في له دور كتير كبير. عندي احساس انه ارسنال ممكن يرجع شوي، يصحى يفيق بهي البطولة، يمكن يعمل شيء بهي البطولة لانه صار في عنده الخبرة الكافية. انا برأيي ارتيتا انه يعرف كيف بقى تو مانج هاي البطولة مع نادي مثل ارسنال. يعني هدول ابرز الاندية، بالاضافة اكيد لنادي برشلونة اللي انا بعتبره من الاندية المرشحة بقوة للقب هاي السنة مع فليك بعد ما شفنا أولى مبارياتهم في الدوري. تحياتي لكل الناس اللي حضرت معي الحلقة. حلقة كانت بالسريع لحتى أعطيكم أبديت سريع. بوعدكم بحلقات أحلى وأحلى وأحلى. لا تنسوا لايك، شير، كومنت، سبسكرايب. بحبكم كتير. باي باي. بيكي الظهير الايسر سيلفينهو، تشافي هرنانديز، بوسكيتس، انيستا، ومثلث النار مثلث برمودا. يضرب رونالدو، مش ممكن والهدف رفيع. الله يا يونايتد، الله يا يونايتد، الله يا يونايتد. من الاسم كريستيانو رونالدو يسدد كرة ثانية في يوم كبير. كريستيانو في فورمة كبيرة. رونالدو يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، كل الكلام اللي قلناه فيك شوية. او الهجوم صامويل ايتو وهدف. الله يا بارسا، الله الله الله. صامويل ايتو فيس، ارفع راسك يا كاميروني. الماما افريكا. صامويل ايتو من اول كورة عاقبهم، من اول كورة دونها، من اول كورة لونها بالوان الكف. فرصة خطيرة ورائعة جدا. الله على كورة ميسي. هذا ميسي، هذا ميسي. رونالدو يسدد جديدة وقريبة مرة أخرى من كريستيانو. تشافي ممتازة، قريبة. الله يا تشافي. شري غزال الأسمر المدمر. الله الثاني ضيعها، ضيع ضربة القاضية، ضيع ضربة القاضية. مشك اليوم أشوف الإبداع، لذلك ممكن تتهمونني ضد المانشستراوية وبأنني كتالوني يا ميسي. فرح تشافي سددها. الله على كرة القايم، سيحاول الركن، يركنها ولكن موجود إدوين فان دير سيد. الاتاك بكرة خطيرة راسية، والثاني رصاصة الرحمة من ميسي، رصاصة الرحمة من ميسي. ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، ستصل